يا مساء الفل والسعادة، أنا يحيى ودي قناة على التيك توك وعلى اليوتيوب. لو أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لي لايك على أي فيديو بتشوفوه، تعملوا اكسبلور على التيك توك عشان يوصل لكم مني كل جديد. عملت لكم النهاردة من 4 كيلو رمان، دبس رمان. تمام، اشتريت عدد 4 كيلو، فصصت الرمان زي ما انتم شايفينه بالمنظر ده. ال4 كيلو من الرمان بياخدوا معايا ازازة مية من المية الصغيرة، يعني ازازة المية المعدنية الصغيرة هي اللي هعصر بيها كمية ال4 كيلو من الرمان المتفرغ. تمام، عشان ما ينفعش ان انا ازود المية عن مقدار الرمان، عشان ده هيقلل اللون معايا، هيخلي اللون خفيف، وكمان هيخلي الطعم بتاعه مش ظريف. فال4 كيلو رمان بعد ما يتفرطوا بياخدوا معايا ازازة مية صغيرة. هنا كنت ضربت الرمان كويس جدا في الخلاط، او لو عندكم هاند بلندر. بعد كده بنصفيه كويس جدا بمصفى ضيقة، وطلعنا التفل زي ما شفنا. وبعد كده بنصفيه مرة تانية، يعني بيتصفى مرتين. صفيناه اول مرة في حاجة، وتاني مرة هنصفيه في الحاجة اللي احنا هنحطها على النار. لازم يتصفى مرتين. بعد كده حطيناه على نار عالية جدا في حلة صاج او حلة تيفال عندنا. لا يفضل الحلة الألمونيا واحنا بنعمل حاجة فيها سكر وليمون او سكريات كتير. تمام، يفضل الحلة الصاج او الحلة التيفال، الحاجات الغير لاصقة. هحطهم على النار، واول ما تبتدي تسخن هلاقي الرغاوي دي طلعت على الوش بالمنظر ده، عشان نسبة المية اللي كانت في الرمان. هبدأ اشيلها بمصفى. تمام، الفتحات فيها ضيقة، ما اشيلهاش بمعلقة. اول ما يبدأ يغلي هحط على الكمية اللي انا قلتها لكم في الاول دي 1.5 كوباية من السكر، ونص كوباية من عصير الليمون. يبقى ال4 كيلو من الرمان ال4 كيلو من الرمان بعد ما فرطناهم خدوا ازازة مية معدنية صغيرة او مية من الحنفية صغيرة، خدوا 1.5 كوباية من السكر ونص كوباية من الليمون. تمام كده، دي المقادير مظبوطة. هنا كان بدأ يغلي كويس، وهنا أول ما يبدأ يعمل الرغاوي دي ونشوف الرغاوي ابتدت تطفح وتطفى على الوش بالمنظر ده، نعرف ان هو ابتدى يتعقد. هنا كان اتعقد كويس. هو مش هيبقى تقيل طول ما هو سخن أبدا أو طول ما هو دافي، عشان لازم يبقى تقيل لازم يقعد فترة طويلة. الفترة دي ممكن تكون 24 ساعة أو ممكن تكون 20 ساعة. هنا طبعا كنت جبت البرطمان، نصيحة مني اشتروه جاهز. تمام، بلا نظافة بلا زفت. احنا اصلا شعب بيقلي البطاطس في الزيت 85 مرة. تمام، بجد لو هتعملوه في البيت مجهد، مش اقتصادي خالص، بس هو نظيف، يعني حاجة معمولة في البيت ومضمونة.